السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن. وصفتنا اليوم حتكون من وصفات أو طبخات ماما اللي تسوي لنا هي لما ما يكون عندها وقت كتير إنها تطول في الطبخة، بس تبغى تأكلنا شي لذيذ ومحترم. وحقيقي الشي ده مرة لذيذ اللي هو المكرونة بالتونة، وما تاخد وقت أبدا. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. هنحتاج مكرونة أي نوع وأي شكل تحبوه، تونة معلبة، طماطم فريش مخلوطة بالخلاط، بصل أحمر أو أبيض عادي المهم يكون مفروم، توم مهروس، فلفل رومي أخضر مقطع مكعبات صغيرة، كزبرة مفرومة، معجون طماطم، فلفل أحمر مجروش اللي ما يحب الحار مو لازم يستخدمه، زيت زيتون، وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين نروح لطريقة التحضير. أول شي حنشتغل على المكرونة، فحنجيب قدر كبير ونحط فيه موية ونغلي الموية. أول ما تبدأ الموية تغلي حنضيف الملح. لا تضيفوا الملح قبل ما الموية تغلي، لأنه الملح حيخلي الموية تاخد وقت أطول إلين ما تغلي. لما تغلي الموية ونضيف الملح حنضيف المكرونة. وحنخلي المكرونة على نار متوسطة للمدة اللي مكتوبة على العبوة. لو مكتوب 8 دقايق هتسيبوها 8 دقايق، 10 دقايق 10 دقايق، المهم إلين ما تستوي المكرونة. لما تستوي المكرونة حنصفيها ونحطها على جنب إلى ما نحتاجها. عشان نحضر الصلصة حنجيب طاوة متوسطة الحجم نحطها على نار متوسطة ونضيف لها زيت الزيتون. لما يسخن زيت الزيتون حنضيف البصل المفروم ونقلبه بس لمدة دقيقة على النار، وبعدها نضيف الفلفل الرومي ونقلبهم مع بعض على النار لمدة من 5 ل7 دقايق إلين ما يبدأوا يصيروا طريين. أول ما يصيروا طريين حنضيف الثوم المهروس ونقلب الثوم المهروس معاهم لمدة دقيقة إلى دقيقتين إلين ما تطلع ريحة الثوم. بعد كده حنضيف الطماطم اللي خلطناه في الخلاط وصلصة الطماطم، وحنقلب كل شي مع بعض إلين ما الطماطم وصلصة الطماطم يتوزعوا مظبوط. في ذي الخطوة حنضيف الملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر المجروش ونقلبهم مع بعض لما يتوزعوا مظبوط في الصلصة. وحنسيب الصلصة تتكشن وتتسبك على النار لمدة 10 دقايق. النار حتكون واطية. الطعم مو الطعم قصدي بكم من الطعم بعدين حتدوقوه. الريحة دحين مستحيل قد إيش فظيعة، حقيقي شي فظيع حتشموا لما تسووها. بعد ال10 دقايق حيصير شكل الصلصة زي كذا وحتكون جاهزة. شوفوا الألوان. لما يصير شكلها زي كذا وتصير جاهزة حنضيف لها الكزبرة المفرومة وحنقلب كل شي مع بعض، والنار حتفضل هادية نفس الشي. نقلب كل شي مع بعض. المهم بعدها نضيف التونة وحنقلبها مع بعض. لو تحبوها كبيرة خلوها زي كذا، لو ما تحبوها كبيرة تقدروا تكسروها وبس تطفوا النار. وبكذا حنكون خلصنا. وكده حنكون خلصنا فيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوا المكرونة بالتونة تصوروها وتبعتولي هي على انستغرام. المقادير حتكون مكتوبة مظبوطة هي والطريقة في البلوج حقي. اللينك أو الرابط حق المدونة حتلاقوه في صندوق الوصف تحت الفيديو أو في الانفورميشن كارد في زاوية الشاشة. طريقة تقديم المكرونة هي إنكم تحطوا المكرونة فوقها الصلصة، أو إنكم تقلبوا كل شي مع بعض عشان الصلصة تتوزع في كل مكان هي والتونة. ودي الطريقة اللي إحنا نقدمها في البيت. الوصفة مرة لذيذة مليانة طعم، مكوناتها سهلة وموجودة في كل بيت أنا عارفة، ولا تفوتكم حقيقي. أشوفكم فيديو تاني قريب إن شاء الله. بالعافية عليكم مقدما وأحبكم جميعا، وشكرا على اللايكات ومع السلامة.